أهلا بيكم سنة أولى إعدادي. النهاردة هنحل مع بعض أسئلة الدرس الأول من الوحدة التانية بعنوان عصر الدولة القديمة. بس قبل ما نبدأ ما ننساش نصلي على النبي عليه أفضل الصلاة والسلام. ويلا بينا نبدأ على طول ونقول بسم الله. السؤال الأول، اختر واحد يطلق اسم عصر البناء والتأسيس في مصر القديمة على الأسرتين الأولى والتانية. 2. انتقلت مصر إلى الدولة الموحدة على يد الملك مينا. 3. تأسست مدينة منفر لتكون عاصمة للبلاد على يد نعرمر. 4. كانت مقابر الملوك في مصر قديما مصطبة واحدة خلال عصر الأسرة الثانية. 5. كانت مقبرة الملك زوسر عبارة عن هرم مدرج. 6. وصلت المقبرة إلى الشكل الهرم الكامل في عهد الملك خوفو. 7. يدل بناء المقابر في عصر الدولة القديمة على تقدم المصريين في عدة مجالات ما عدا الطب. 8. يدل تمثال النبيل كعبر على براعة المصريين القدماء في فن النحت. اكتب كلمة صح أو خطأ مع التصويب. 1. اهتم ملوك العصر العتيق بتأمين حدود مصر وبناء الحصون. صح. 2. استغل ملوك العصر العتيق محاجر سيناء. صح. 3. من المواد المستخدمة في مقابر الملوك في العصر العتيق الحجر الجيري والطوب اللبني. صح. 4. سمي عصر الدولة القديمة بعصر البناء والتأسيس. غلط، بعصر بناة الأهرامات. 5. نعمت مصر القديمة بالاستقرار منذ عصر الأسرة الثالثة حتى أواخر الأسرة السادسة. صح. 6. شيد المصريون القدماء الهرم المدرج في عهد الملك مينا. غلط، في عهد الملك زوسر. 7. يمثل بناء الهرم المدرج المرحلة الأكثر تطوراً للمقابر الملكية خلال عصر الدولة القديمة. غلط، ده الهرم الكامل. 8. يرجع اهتمام المصريين القدماء بنحت التماثيل الملكية إلى عوامل دينية. صح. 9. يعرف تمثال النبيل كعبر حاليا بتماثيل شيخ البلد. صح. 10. اهتم المصري القديم بنحت تماثيل في وضعية جديدة مثل تمثال الكاتب الجالس. صح. 11. استخدم الفنان المصري القديم الألوان لتصميم صور جدارية بالمعابد. صح. 12. تعد نصوص الأهرام من الأدب الديني. صح. أكمل. 1. سيطر ملوك العصر العتيق على المنطقة الواقعة جنوب الجندل الأول من أجل تنمية النشاط التجاري. 2. اهتم المصريون في عصر الدولة القديمة ببناء المعابد مثل المعابد الجنائزية ومعابد الآلهة. 3. استخدم المصريون القدماء الخط الهيروغليفي في تدوين نصوص الأهرام على جدران الحجرات الداخلية للأهرامات. اكتب ما تشير إليه كل عبارة. 1. عصر التأسيس والبناء عند المصريين القدماء العصر العتيق. 2. الأسرة الفرعونية التي تمثل البداية لعصر بناة الأهرام الأسرة الثالثة. 3. خط استخدم خلال عصر الدولة القديمة في تدوين الأدب الديني الخط الهيروغليفي.
من يكون ملك وحد مملكتي الشمال والجنوب، ويعد عهده بداية عصر الأسرات، الملك مينا أو نعرمر. 2. ملك مصري قديم يعد صاحب الهرم المدرج، الملك زوسر. بما تفسر: 1. يعد العصر العتيق عصر البناء والتأسيس لتاريخ مصر القديم، لأن هذا العصر بدأ بتوحيد الملك نعرمر اللي هو مينا لمملكتي الشمال والجنوب، وتأسيس عاصمة مصر الموحدة وهي مدينة منفر. 2. اهتمام المصريين القدماء بالطرق الصحراوية خلال العصر العتيق لتأمين التجارة المارة بها. 3. تسمية عصر الدولة القديمة بعصر بناة الأهرامات بسبب اهتمام ملوكه ببناء مقابرهم على شكل أهرامات. 4. اهتمام المصريين القدماء بنحت التماثيل الملكية خلال عصر الدولة القديمة بسبب اعتقاد المصريين القدماء في قدسية الملك. ما النتائج التي ترتبت على قيام الملك نعرمر بتوحيد مملكتي الشمال والجنوب في مصر؟ ترتب على ذلك ظهور عصر بداية الأسرات وتأسيس عاصمة مصر الموحدة مدينة منفر. 2. تأمين الحدود المصرية في عصر البناء والتأسيس أدى ذلك إلى الاستقرار وتحقيق الأمن في العصر العتيق. 3. بناء مقابر الملوك على شكل الأهرامات في عصر الدولة القديمة. أطلق على عصر الدولة القديمة عصر بناة الأهرامات. أيد بالأدلة: 1. حدث تغيير ببناء مقابر الملوك في العصر العتيق، حيث تحولت من مجرد حفرة في الأرض إلى حجرة دفن من الحجر الجيري يعلوها جزء من الطوب يشبه المصطبة. 2. تطور بناء المقابر الملكية خلال عصر الدولة القديمة، حيث تطور شكل المقبرة من مصطبة إلى عدة مصاطب أخذت شكل الهرم المدرج، حيث وصلت لشكل الهرم الكامل. 3. برع الفنان المصري القديم في فن النقش خلال عصر الدولة القديمة، حيث استخدم المواد المختلفة في النحت زي الحجر والعاج والخشب، وقام بنحت التماثيل الملكية زي تمثال النبيل كعبر اللي هو بيعرف حاليا بتمثال شيخ البلد. 4. براعة الفنان المصري القديم في فن الرسم في عصر الدولة القديمة، حيث استخدم الألوان لتصميم الصور الجدارية بالمعابد. ما المقصود بنصوص الأهرام؟ مجموعة نصوص دينية نقشت بالخط الهيروغليفي على جدران الحجرات الداخلية للأهرام. ما تقييمك لمصداقية كل عبارة مما يأتي مع ذكر السبب في الحالتين؟ 1. لمدينة منفر أهمية خاصة في عصر البناء والتأسيس. العبارة صادقة، حيث تم تأسيسها عاصمة لمصر الموحدة بعد توحيد مملكتي الشمال والجنوب خلال عصر البناء والتأسيس اللي هو العصر العتيق. 2. اهتم ملوك العصر العتيق بالتجارة قديما. العبارة صادقة، حيث تم السيطرة على المنطقة الواقعة جنوب الجندل الأول من أجل التجارة واستغلال المناجم. 3. يعد بناء الأهرامات الدليل الوحيد على تقدم المصريين القدماء في فن العمارة والهندسة والفلك.
العبارة غير صادقة، حيث يدل على تقدم المصريين القدماء في فن العمارة والهندسة والفلك وبناء معابد الآلهة والمعابد الجنائزية إلى جانب بناء الأهرامات. ما العلاقة بين المقابر الملكية والأسرة الفرعونية الرابعة؟ حيث تطور شكل المقابر الملكية حيث وصلت إلى قمته، وهو شكل الهرم الكامل في عهد الملك خوفو تاني ملوك الأسرة الرابعة في عصر الدولة القديمة. 2. التماثيل الملكية والمعتقدات الدينية عند المصري القديم، حيث اهتم الفنان المصري القديم بنحت التماثيل الملكية لاعتقاده في قدسية الملك. في ضوء الصورة المقابلة، في أي العصور التاريخية تم نحت التماثيل الذي أمامك عصر الدولة القديمة، لأن ده تمثال الكاتب المصري. وضح الدلالة التي يعبر عنها التمثال. بيدل على دقة ومهارة الفنان المصري القديم وتقديره لمكانة الكاتب في المجتمع. وبكده نكون خلصنا حل أسئلتنا. ما ننساش نصلي على النبي عليه أفضل الصلاة والسلام. وأي حد عنده سؤال يكتب لي في التعليقات وإن شاء الله هرد عليكم. مع السلامة يا حلوين، أشوفكم في فيديو جديد.